رمضان مبارك كريم يا رب، اللهم أدخله علينا بصحة وعافية، ووفقنا إن شاء الله لصيامه وقيامه. اللهم اغفر لنا ولكم، واعف عنا وعنكم، وارحمنا أنت خير الراحمين. بإذن الله تعالى في هذا الشهر الفضيل غادي نحاول نشارك معكم أطباق ومعسلات والعديد من الوصفات. نتمنى نكون عند حسن ظنكم ونقدر نساعدكم بأفكار تفرحكم وتهنيكم في هذا الشهر الفضيل. إذا بغيتوا توصلكم كل وصفاتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك ليصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية أينما كانت. السلام عليكم ومرحبا بكم في اليوم الأول من رمضان والحلقة الثانية من سلسلة أطباق رمضان، واللي غادي نحضروا فيها اليوم الحريرة تاع النهار الأول تاع رمضان. الجنحين هنا غادي نمر معكم نعرفكم بالمقادير ولكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. وهنا الخضر راني ديت الجزر، ديت الكابوية، يعني تشوفوا ديت 2 حبات تاع كابوية، جزر ديري ما بين 3 4 حبات حتى ل5 على حسب الحجم، طماطم، كابوية الحمراء، قزبر هنا فرقت ودرت العيدان وحدهم ودرت الاوراق وحدهم، والبصل. والمكونات غادي نبدا نحضر في نفس الوقت نفهمكم باش ما ناخذش الوقت بزاف. وهنا تاني الحمص، طماطم مصبره، والزيت، ونبداو على بركه الله. هنا كما راكم تشوفوا راني درت المقراج تاع الماء، راني عمرته بالماء، راني درتو يغلي. دائما نبداو بالمقراج ومن بعد نمروا نوجدوا الحريره نتاعنا، خاطر انا نخدم بالماء طايب. راني ديت قدره كبيره، غادي ندير كميه تاع الزيت. انا دائما ندير عيني هي ميزانين تقريبا واحد 3 ملاعق هكا كبار تاع الزيت. وهنا القدره تاعي راني دايرتها على النار، وناخذ القطع نتاع الدجاج نتاعي ونحطها تتقلى. نبدا بها هي الاولى. هنا ديت البصله البيضاء، كما تقدروا ديروا البصله الحمراء، يعني تديو يا البصله البيضاء يا الحمراء، يا تقدروا ديروهم مع بعض، يمدوا بنا هايله في الحريره نتاعنا. قصيتها الى قطع، وهاد الجهه السفليه هاد الجهه الخضراء هي تاني نقطعوها، ما تقولوش نرموها، خاطر اللون الاخضر في الخضر فيه كالسيوم ومليح للعظام. نزيد البصل نتاعي لهذاك الدجاج اللي راه يتقلى، ونخليه يتقلى معاه مليح مليح. هنا غادي نزيد الملح. راني درت ملعقه كبيره لخاطر راني دايره قدره كبيره، وانتم على حسب الكميه اللي تكونوا استعملتوها. الملح البنادم راه موالف شحال يستعمل في الطياب. وهنا دائما نقلي، دائما كل ما نضيف حاجه نزيد نقلي شويه. وهنا غادي نبدا نضيف العطريه. راني غادي نبدا بالفلفل كحله، فلفل اسود، ندي ملعقه صغيره من الفلفل الاسود ونضيفها للدجاج والبصله نتاعنا ونقليهم. ونضيفو تاني سكينجبير غبره مطحون، يعني زنجبيل، كاين اللي يقولها زنجبيل، كاين اللي يقولها سكينجبير. وناخذ الفلفل الاحمر، فلفله حمراء، انا ديتها حلوه ما درتش الحاره. يا ماذا بيكم اذا كانت عندكم الحاره ديروهم في زوج، ديروا فلفله حمراء الحلوه والحاره. وهنا نديت ملعقه كبيره تاني صغيره من الكرويه. وغادي نضيف هنا شويه زعفران. هنا كل واحد هذه اختياري، انا نبغي زعفران، نبغي اللون تاع زعفران في الحريره. واللي ما يبغيش اللي ما تبغيش تقد تستعمل الكركم. بصح اذا درتي الكركم ما ديريش من الاول كي تكوني تقلي، خلي حتى تقلي الدجاج والبصله وكلش، تزيدي كلش ديريه هو التالي عاد وتقدري بالماء. وهنا النار نتاعنا مانيش مجهدت لها، راني منقصت لها باش ما تشيطليش البصله وتلصق لي. ونضيف عليها داك الحمص. هذا الحمص كان عندي مشمخ، كنت مشمخاته ودايرته في الكونجيلاتور. نستعمل حبيبات كيما هكا. ومن بعد نفوتوا للطماطم كيما راكم تشوفوا، تقدروا تستعملوا طماطم طاريه جديده كيما تقدروا تستعملوا. انا هذه طماطم مجمده نرفدها في الكونجيلاتور كي يكون الثمن نتاعها شويه رخيص كيما راكم تشوفوا. غير نجبدها نديرها تحت الحنفيه نتاعنا تاع الماء،
ونبدا نقلع لها نديرها تحت الحنفيه ونبدا نقلع لها بديك القشره تاعها، تنقلع لها فاسيلمون بالخوف تنقلع كيما راكم تشوفوا. نقلع لها هاد القشره وغادي نقطعها بالخدمي، نقطعها غير على 2 ولا على 3 ونرميها، وإلا ما تقطعتلكش معليش رميها كيما راها في القدر. هنايا غادي نمر للخضر، غادي ندي الكابويه نتاعنا ونقلع لها غير راس الريسه نتاعها ونخليها كيما راها، نغسلها مليح ونقصها نقطعها الى قطع. القطع لا ما يهمنيش الحجم نتاعها هنا، القطع واش كبيره ولا صغيره، لخاطر كل شيء غادي يطيب وكل شيء غادي ينطحن في التالي في الاخير. نمروا للجزر. هنايا ديت زروديه، هنا زروديه على حسب الحجم نتاع الحبه، الا كانت كبيره نديو 4، الا كانت صغيره شويه ولا متوسطه الحجم نديها ك5 ولا. المهم غادي نقلع لها غير لسانها، الجوانب نتاعها، ما نقشرها ما نكرتها ما والو، نخليها بها بالقشره نتاعها، بصح نغسلها مليح باش تقعد بها بالفايده نتاعها. وغادي دروك نفوت ونزيدها للقدره نتاعنا. انا غادي نضيف هذا الصوالح اللي درناهم الضربه الاولى ونقليو. دائما كل ما نضيف حاجه نزيد حاجه، خصنا دائما نقليو. السر تاع البنه في الماكله فاش ماشي غير في الحريره، في الطياب كامل. السر تاع البنه هو في كي بنادم يقلي القميله ولا القدره ولا الشمار. انا نديرو هنا غادي نمروا للكابويه الحمراء. الكابويه الحمراء نديت هكا قطع كيما هاك، ماشي كبيره، قلعت لها القشره. وماذا بكم هنا ما لقيتش كابويه كي مشيت نشري، ما لقيتش كابويه اللي فيها القشره خضراء، اللي تكون القشره نتاعها خضراء ويكون اللون تاعها برتقالي، هذيك هي اللي تجي حلوه وتجي بنينه. انا غادي نقطعها الى قطع كما راكم تشوفوا ونزيدها للقدره نتاعنا. الكابويه الحمراء اليوم انا راني مقلقه درتها من الاول، هي نورمالمون تخليها حتى يطيب كل شيء الخضر نتاعك، ضيفيها حتى للاخير، ضيفيها حتى للاخير باش تقعد البنه نتاع الكابويه كما راها. وهنايا غادي نضيف طماطم مصبره، ديت قيمه مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره. وهنا لكم الاختيار، اللي ما يبغيش الحريره حامضه ما يكثرش الطماطم، كاين اللي عندهم امراض تاع المعده ولا يعني يجيهم الحرق ولا ما يكثروش الطماطم مصبره. هنا نكمل، غادي نقلي وغادي نقدر بالماء سخون يكون حامي طايب، نعمر القدره نتاعي كامل، نخلي غير شويه بلاص للعيدان تاع القزبر دوك نزيدوهم في الاخير. وهنا من نسيت باش نحطهم في الاول كي كنت نقلي عيدان تاع القرفه. انا هنا ديت 2 عيدان تاع القرفه، غسلتهم وغادي نزيدهم في الاخير. كما راكم تشوفوا القدره نتاعي هنا راني عمرتها وغادي نمر والكبابه سمحوا لي نسيت الكبابه، حبات تاع الكبابه نضيفهم حتى هما من الفوق. هنا غادي نفوتوا للقزبر. القزبر انا ناخذ القزبر يكون هذا اللي يكون العيدان تاعي يجوا اللون تاعهم بنفسجي يكون واصل، والاوراق نتاعو تكون خضراء مليحه. وهنا غادي نعزل نقلع الاوراق وحدهم والعيدان وحدهم. العيدان غادي نلويهم ونديرهم في شده ونرميهم مع الحريره، والاوراق غادي نطحنها مع الطماطم هذيك اللي قلت لكم راها عندي كونجلي، نجبدها نخليها غير شويه ترتخف ونقلع لها القشره نتاعها ونطحنها وهي عاد كونجلي، يعني ما تخافيش عليها. دوك تنطحن بها بالقزبر. هنا كما راكم تشوفوا راني عقدت العيدان نتاع القزبر نتاعي وغادي نزيدهم على القدره نتاعي ونخليها حتى تغلي ونخليها طيب لمده ساعه او ساعه وربع تقريبا على حساب الخضر نتاعي تنلقاها طابت. نولي للقزبر نتاعي في هذاك الوقت نطحن كما قلت لكم القزبر والطماطم، نقيها ونطحنهم وما نزيدهمش في الاول، نخلي حتى طيب للخضره نتاعي كامل وبعدا نضيفهم دوك تشوفوا معايا في اخر الفيديو. هنا نقيت الطماطم وقطعت القزبر وغادي نديرهم في الميكسور، نرحيهم في الروبو نتاعي كما راكم تشوفوا. شوفوا الطماطم نتاعي كيفاش راهي تنقص بسهوله، يعني ما تقعدش قاصحه حجره. راكم تشوفوا هاو طحنت وكملت القزبر، وهنا القدره تاعي راهي طابت. هنا غادي نضيف القزبر اللي طحنته للقدر ونخليه
خليهم يعاود يغلاو مع بعضهم بعض غير واحد 3 دقائق هكا، ما نكثر لهمش. قد ما تغلي القدره تاعي غير قليه عفوا الغليه الاولى، ونقلع الحريره نتاعي وهنا الحريره تاعي مور اللي غلات وطفيت لها. غادي نبدا نقلع في القطع نتاع الدجاج، هما الوالا نبداو بهم نديروهم على جانب، ونجيبوا قدره واحده اخرى وكسكاس، ونديو الحريره نتاعي درك بعد ما طابت نصفيها، واللي يبقى هذا لتحت هذاك الحمص نخليه لتحت باش نقلعه وحده، ما نديرهش هو ينطحن مع الخضر. واللي تبغي ولادها ولا العائله تاعها ما يبغيوش ديره ينطحن حتى هو ياكلوا الفايده نتاعو. هنا كما راكم تشوفوا راني طحنت الخضر نتاعي، غادي نطحنها راني درتها في الاخر، ونجيب الرحاه هذه عندي هذه تاع اليدويه، هذه ما نستغناش عليها، انا دائما نستعملها في كل الوصفات تقريبا. انا غادي ناخذ الخضره اللي طحنتها وغادي نفوتها في هذيك الرحاه باش تتصفى لنا من القشور تاع الطماطم كاع هكا هذوك العيدان تاع القزبر يبقاو هكا خطرات الخيوط فيهم وكل شيء ما يبغيوهمش في الاكل الافراد العائله. هي نفوتهم في هذه الرحاه ونعاود نزيدها للحريره اللي كنت صفيتها. هنا غادي نردها على النار ونخليها حتى تغلي من جديد، ونفوت للعطريه اللي نزيدها في التالي. العطريه اللي نزيدها في التالي هنا شندير، ندي الحبوب تاع القزبر، الزريعه تاع القزبر، وندي زريعه البسباس، ندي كميات متساويه ونديرها في الرحى ونطحنهم حتى يولي الملمس نتاعهم رطب. هنا في هذه المرحله راني وجدت تشيشه خديت لي الحجم تاعها رقيقه، اللي نرميها في الحريره ندير ليه الحجم تاعها رقيق. وهنا الحريره تاعي خليها حتى تكون البويون تاعي يكون غلا، عاد ونضيف له التشيشه. انا نحرك هذيك الحريره بعد ما ضفت لها التشيشه ونخليها شويه هكا حتى تطيب. وكنت وجدت طحنت شويه فرينه مع شويه ماء، ماشي حاجه كبيره ماشي بزاف، كميه قليله. هنا الا كنتي كثرتي الخضره نتاعك وجا البويون نتاعك ثقيل ما تزيديش بزاف. انا شوفي القوام تاع الخبز نديرها شويه ما ثقيله ما خفيفه، ما ثقيله ما خفيفه. وهنا في غادي نضيفها للحريره تاعي، بصح نضيفها للحريره حتى تكون الحريره غلات، نديرها فوق النار ونخليها تغلي. كي تغلي نقص لها، ما نضيفش ما نزيدش الفرينه تاعي والحريره تغلي، خاطر غادي تكور لي ودير لي لي كغيمو. انا نقص للنار ونبدا نضيف الفرينه تاعي غير بشويه، وانا نحرك من التحت ونطلع من الفوق باش ما تقعدليش الفرينه غير تحت، ونشوف القوام تاعها. هنا كل وحده وكي تبغيها، كاين اللي يبغيها ثقيله كاين اللي يبغيها خفيفه، انا نبغيها ما ثقيله ما خفيفه، بغيت احسن الامور اوسطها. نضيف لها الحرير، نضيف لها عفوا الفرينه ونخليها عاود تغلي من جديد. وفي هذه المرحله غادي نمر للعطريه اللي نزيدها في التالي باش تبننها وتفوحها وتعطيها فوحه شابه. راني ديت شويه ملعقتين هكا تاع الخليط اللي درته في التالي تاع القزبر وزريعه البسباس، نزيد عليهم مغرفه تاع مغرفه صغيره تاع سكين جبير. واذا كان عندك الفلفل الاحمر حار ماذا بك تزيديه، انا اليوم ما كاش متوفر عندي ما لقيتش ما زدتوش. الكرويه الكلمات راها تهرب. نخلطهم مع بعض وغادي تشوفوا كيفاش ندير باش نزيدهم في الحريره نتاعي. غادي ندي مغرف ولا زوج من الحريره ونخلطهم قبل في الغرفيه كما راكم تشوفوا، نخلطهم مع هذيك العطريه باش هذيك العطريه تاني ما تتحببناش وتتفول. كي نحركهم مليح وما يبقاوش تحسي باللي ما بقاوش الكوريات هذوك تاع العطريه، راك تشوفيها تولي خاطره، تما عاد نضيفها للقدره نتاعي. تشوفي هنايا ما بقات فيها حتى حبه تاع هذه. نحاول كي نصيب حبات كيما هكا نزيد نفتتهم مليح ونضيفها للقدره. القدره كيما راهي تغلي نضيف لها هذه العطريه، نحاول نهودها كل شيء ما نخليش بقايا في الغرفيه. وهنايا كي ضفت العطريه هذه نتاعي دوك ساي هنا نخليها تغلي غير غليه زوج، ونخلط الفرينه تاعي ساي دروك تكون طابت وكلش غليه زوج، ونطفيها ونغطيها باش تقعد الفوحه نتاع العطريه ونتاع القزبر كل شيء تقعد في الحريره نتاعي.